السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه قصة، وسامحوني أمس ما طيت قصة. هذه قصة عن سوداني أجل مكة، والسوداني ماتت زوجته وضعيف ما عنده، يلا لملم اللي عنده وباع حلاله ويا للعمرة ويصلي مكة، وبجنبه سعودي. نشد السعودي قال له ايش عندك؟ وياي عمرة جاي تشتغل من ورا العمرة؟ قال لا والله قصدي عمرة وقصدي بيت الله. قال له زين ليش ما تشتغل عندي؟ السعودي قل له ليش ما تشتغل واعطيك راتب وترزق الله. الا هو سولف للسوداني قال له انا زوجتي توفت وبعت حلالي وما عندي شيء وانا ما عندي خلفه عيال. قال له زين تعال اشتغل ترزق الله. قال له زين. قال انت سافر للسودان ودي لك فيزا وسافر وصير مقيم وتشتغل عندي. قال له زين. راح السوداني لهلا وسوى الفيزا السعودي ويا باسم السعودي يشتغل عنده بالحلال بالغنم. طول عند السوداني عند السعودي طول. السوداني أمين وصايم مصلي وخايف الله وبالحلال زين وذمته طيبة وعليك يا الله. والسعودي زين وياه بالأكل، زين وياه بالسكن، وهذا بالحلال. المهم أخذ عند السودان عند السعودي أخذ 6 سنين يشتغل، وقام يشتري حلال السعودي قام يشتري طليان يشتري غنم للسوداني ويبيحن ويستفاد وراتبه ومستفاد. عقب ال6 سنين قال له السعودي قال له يا عمي انا اريد اسافر وخلص والحمد لله الرواتب والفلوس الطليان كلها عند السعودي. قال له زين ما يخالف اصبر لما حصل لي شغل بالحلال وانت سافر. بقى عنده اسبوع عقب السالفه جاب له واحد ذبح بالغنم هندي وقال يلا مشينا للبيت. اخذ للبيت قال له استراح لك اسبوع هنا، وبعد الاسبوع الم رواتبك وفلوسك اللي عندي اجمعهن واعطيك اياهن والله يسهل عليك تسافر. تبين نيته خبيثة السعودي. ايش قال لمرته؟ قال انا رايح امشي ومنرجع صيحي وقولي السوداني تبلاني وقوة خلصت روحي من السودان. هذا السعودي مشى وين ما قبل الا البيت، والمرة قامت تصيح السوداني شلب لي والسوداني قوة خلصت روحي، والسعود قام يتهدد. المهم خبر الشرطة، اي الشرطة خذوه. قال هذا السوداني عندي وتفلت لحرمتي ويريده وقوة خلصت روحها، بعد هذا عرض عند الحكومة ما يصير. اخذوه ذبوه بالسجن، ذبوه السوداني. قال انت تروح للمحكمة ولا لك شيء عند السعودي وتغرم، وبعد المحكمة لازم تكتب عليك سجن. السوداني قام يصلي ونحر ربه ويصلي ويقول يا رب فكر من المعجزة. حذا واحد سعودي صايع ضايع. السعودي مسجون شارب عرق شراب عرق. المهم السعودي مخلص. قال ايش عندك السوداني؟ تشذر بالصلاة وتبكي. قال يا اخي عنده قضية. قال ما سولفها. قال من سولفها؟ عندي قضية انا اسولفها لربي. قال يا اخي سولفها خلنا نسمعها يجوز اسوي لك حل. قال انت سوي لي حل، انت لو انك تسوي حل سويت لك حل روحك وطلعت من السجن. قال زين سولفها ما لك شغل انا بالسجن. قال يا اخي انا هذا سالفتي، انا اشتغل عند سعودي
وما عندي شيء ورواتبي وحاطة أخو ومن فلوس اللي أشتغل بيهن، وبعدين سوى هالشغلة هذه وخابر الشرطة، وهذا أنا بالسجن يمك، ويردوا المحكمة تغرم مني فوق فلوس اللي عندهم، وانسجن كم سنة، أو ما أعرف الحكومة ايش تسوي بي، والله ما أعرف. قال زين أنت بري من المرة؟ قال والله بري، مثل ما برت مكة من اليهود، بري ما عندي شيء. وجاعد وهذا مشى وسوى لهم خطة الله يعلم بيهم، أو المرة أو هو يا ما أدري. قال زين يودونك المحكمة قدام القاضي يريد يسألك، يقول لك ليش سويت هيك؟ قال له يا سيد القاضي هذه الحرمة أنا من زمان وياها، واليوم قلبت عليه وقبت تصيح، وأنا صار لي سنين أنا صاحبها، اليوم حاكيتها انقلبت عليه. قال شلون أقول أنا على هذا ما مخلص؟ قال أقول وأنت تخلص من الشغلة كله. قول أنت خالص أنت مسجون ومغرم، حلالك رايح، تعبك رايح، قول السالفة هذه قولها. والله السوداني تردد، قال تدري رايح أقولها. أخذهم وين؟ للمحكمة للقاضي. الحرمة السعودية اجت ويا اخوتها ويا زوجها ويا قرايبها، وصار عندهم سالفة. أول ما نشأت السوداني الحرمة قاعدة وعمامها واخوتها وزوجها، ودهم يقتلون السوداني عمامها واخوتها. قال ليش سوى هالشغل ويا معازيبك وربعك ومشتغل وصار لك 6 سنوات ليش؟ قال سيد القاضي أنا من زمان ويا الحرمة هذه، وهذه صاحبتي، واليوم قلبت علي، بس ما حاكيتها صحت. قالت له اتخسي يا منعول الوالدين، أنا وين صاحبتك؟ والله لا صاحبته، وحتى مس خطة سواها معزبي وهو بري ولا سويت وياه شيء، ولا يكذب، لا يقول ويا هذه، والله العظيم ما أعرفه ولا يعرفني، حتى من طبل البيت قاعد بالمجلس ما شفته، لكن زوجي قال لي سوي الخطة هذه وخلنا نتخلص من رواتبه، والزلمة يطلبنا وما نقدر نسده. أنت تعجبوا أخوتها، قالوا شنو السالفة هذه؟ قالت هذه السالفة، وهذا هو الخطة منه، وهو اللي قال لي قال تخلص من الرواتب ويطلبه فلوس وما عندي شيء. قال القاضي شوف، أول شيء تعطيه رواتبه كلهن، وتعطيه غرامة عليك، كل الفلوس اللي عندك تعطيهن له السودان هذا البري، وتعطيه وغرامة عليك. قالوا أخوتها وتطلج أختنا، لأنك خطتك خطة خبيث يقولون السعوديين، وانت يا سوداني تاخذ حلالك والغرامة اللي عليهم يدبرونها وتسافر لأهلك ما تشوف شر، وهذا ظلم. وشوف سبحان الله، الله بين الحق وخلص السوداني منهم وسافر وامواله كلها عدها وراح لديرته، واللايك وفي مال الله ورحم الله والدينكم ومشكورين.